عم انت بتعمل معانا كده ليه يا عم؟ يا عم بتعمل معانا كده ليه؟ الزمالك بيفوز على حرس الحدود 3-2. ماتش سهل، يعني ماتش سهل، ليه تصعبه على نفسك؟ عامل اداء عالمي في الشوط الاول ومفنش 3-1. ايه يعني هتحتاج ايه تاني؟ ازاي بقى تخلص عادي كده؟ لا لازم تخلص كبيره. ماتش سهل لازم اصعبه على نفسي، لازم اعمل غلطتين ما لهمش لازمه، اخلي يتحسب عليا ضربتين جزاء. كنت على وشك ان يطرد منك لعيب، وكان لو اتطرد كان بنسبه كبيره ممكن الماتش ده يخلص تعادل. ساعتها بقى نتغلط احنا بقى في ذبحه صدريه كده، غلطات ملهاش اي لازمه. وانت عامل ماتش حلو قوي من بدايه الماتش. شحاته عامل ماتش عالمي، عمر جابر عامل ماتش عالمي، زيزو عامل ماتش كويس، فتوه بعيدا عن الغلطه اللي عملها يعني. مصطفى شلبي عامل ماتش كويس جدا وتحركات، الحمد لله بقى بيضم كده وبيخش كده وبيهدف، مش دايما مرمي على الطرف كده وعمال يضبش كده على الخط وخلاص. ليه بقى تتعبنا معاك؟ الحمد لله عامه النهارده ماتش احسن من ماتشات كتير قوي قبل كده، سواء انا بتكلم على الاداء على لعيبه، يعني لعيب زي مصطفى شلبي اتطور وبقى بيخش في العمق، زيزو ابتدى يفوق، شحاته عالمي النهارده، شحاته عالمي بيوزع بسبوسه في ارض الملعب، عمر جابر لا غبار عليه دفاعيا وهجوميا ممتاز، ابتدى يرجع شويه من فورمه السيزون اللي فات اللي هي كانت احسن نسخه لعمر جابر من ساعه ما جه الزمالك. يعني لمحات جروس ابتدت تبان، يعني الماتش بس كان فيه شويه تفاصيل كده ما كانش ليها لازمه، بس بتحصل، يعني بتحصل. هو ممكن حاجه كويسه ان هي ظهرت في ماتش زي دوت لانه يبدا يعالجها برده. فطبعا في ايجابيات وفي سلبيات، السلبيات بقى تشتغل عليها الفتره الجايه وتعالجها. الحمد لله، يعني الحمد لله على المكسب.